السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي في هذا اللقاء الجديد. نشرة جوية من خلالها نتعرفوا على توقعات الأحوال الجوية للبلاد ديالنا اليوم الثلاثاء 13 من شهر 8 وتوقعات الأيام القادمة. إذا قبل ذلك نشير إلى أن هناك صور القمر الصناعي تظهر لنا في هذه اللحظات التي نتكلم فيها مساء يوم الاثنين مجموعة من السحب الغير مستقرة تمر على الأطلس الكبير وتهم المناطق الجنوبية الشرقية، واحتمال أن تعطي أمطار وعواصف رعدية في هذا المساء على مجموعة من المناطق. فيما يخص توقعات الأحوال الجوية بالنسبة ليوم الثلاثاء، فالأجواء إن شاء الله نرى الصورة بصفة عامة كيف تصبح الأجواء، حيث تصبح الأجواء تقريبا صافية مستقرة على المناطق الشمالية للبلاد. كتل من الضباب والسحب منخفضة على العرائش والمناطق أصيلة سيدي التازي سيدي سليمان الرباط وبن سليمان وبرشيد ولاد فرش سيدي بن نور ومناطق اليوسفية وبين أسفي والصاورة. هناك بعض الكتل من الضباب سحب منخفضة قد نجدها بالمناطق الوسطى الجنوبية، المناطق البلاد ديالنا اخ فنير وطرفايه وطنطا. احتمال بعض الكتل من الضباب سحب منخفضه، اجواء صافيه على باقي المناطق الاخرى. سرعان ما تختفي تلك الكتل من الضباب والسحب المنخفضه في نهايه الصباح، وتبقى بعض السحب العليا على المناطق الشماليه الغربيه، سحب متوسطه كثيفه على جبال الاطلس الكبير، واحتمال تشكل سحب رعديه ان شاء الله من خلال الحمل الحراري يظهر على اكيم من جنوب ورزازات، يظهر على بوماندات، على اسول، يظهر على ميدلت وعلى بعض مناطق سكورة مضاز وتنديت عاطف، يظهر هذا الحمل الحراري جهة وجدة، واحتمال من خلاله تشكل سحب رعدية خصوصا على المرتفعات. احتمال هذه السحب أن تعطي بعض الزخات المطرية في الظهيرة والمساء، وخصوصا بالمرتفعات تبان متر أوكيمدن، بعض مناطق تنغير جنوب ورزات، بعض مناطق السول جنوب ميدلت، احتمال بعض التكونات وبعض الزخات الرعدية لسكورة مداز على تنديت، وأجواء مستقرة بباقي المناطق الأخرى. بالنسبة ليوم الأربعاء تغيب هذه التكونات الرعدية على جل المناطق، تنخفض درجات الحرارة إن شاء الله خلال الأربعاء والخميس وكذلك الجمعة. بالنسبة لنهاية الأسبوع لا جديد يذكر بالنسبة لهذه التكونات الرعدية، فتبقى الأجواء مستقرة في نهاية الأسبوع. بداية الأسبوع الآخر الاثنين الثلاثاء قد تعود بعض التكونات الرعدية الضعيفة خلال مساء الثلاثاء على بعض المرتفعات الأطلس الصغير. بالنسبة للأربعاء احتمال نشاط هذه السحب حتى على الأطلسي الكبير والمتوسط. على العموم توقعات بعيدة، سنتطرق لتفاصيلها في نشراتنا القادمة. إذا بالنسبة ليوم الثلاثاء ربما تراجع طفيف في درجة الحرارة على مجموعة ديال المناطق، وبالنسبة لدرجة الحرارة في فترة الظهيرة بالنسبة لجهة بركان. إذا بالنسبة لدرجة الحرارة لفترة ظهيرة يوم الثلاثاء، فبالنسبة للجهة الشمالية الشرقية جهة وجدة 36 جرادة 36، بركان 35، تورير 38، 39 قرسيف، دريوس 35، ساكا 35، ناظور 32، الحسيمات 29، تطوان 31، طنجة أصيلة، العرائش 26 درجة، وزن 33، تاونات 36، تازة 36، كذلك مناطق فاس 36، مناطق قرية بومحمد 36، يعني انخفاض إن شاء الله في درجات الحرارة خلال يوم الثلاثاء. 34 سيدي سليمان والخميسات 26، الرباط والدار البيضاء، بن سليمان 28، برشيد 30، خنيفرة 37، خريبكة 35، البرور 39، مناطق بني ملال 37، أزيلال 32، قلعة سراغنة 37، 39 مراكش 37، أكادير بوشيبة وستي بوعتمان 36، بن قرير اليوسفية 33، ولاد فرج 31، الجديدة الوالدية وآسفي 25، الصوير 24، أكادير 30، تارودانت 31 41 درجة، 36 أيتباها 30، بالفاه تلوين 36، ورزازات 34، تزناخت 35، بوماندات سوتين غير 31 درجة، 39 قلميمة الرشيدية 38، قورة مع الريش 35، ميسور وطاط الحاج 39، معتركة 36، بورفا 37، فيقيق 39، بوعنان 40، أرفود 41، مرزوقة 41، تزاري 40، زاكورة 42، 43 محمد الغزلان 41، في مزقيط طاطا 41، أقا 42، أش 43، أصا 45، قلميم 39، قلم سيدي فني 23، طنطان 29، أبطح 22، أخف النير 24، 23 بطرفاية و33 درجة بالعيون. بالمناطق الجنوبية دائما سمارة 44، بكرة 40، بوجدور 25، جرفية 35، والداخلة 22 درجة بأقصى مناطق بلادنا الجنوبية.
إذا التراجع في درجة الحرارة كذلك يبقى متراجع درجات الحرارة إن شاء الله دون الأربعين على العديد من المناطق والسهول الغربية خلال يوم الأربعاء، وكذلك خلال يوم الخميس إن شاء الله تبقى درجات الحرارة ربما تبدأ تدريجيا في الارتفاع خلال يوم الخميس. وفي نهاية الأسبوع قد تصير الأجواء حارة خصوصا خلال يوم الجمعة وكذلك خلال يوم السبت، في توقعات نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله. بالنسبة لدرجات الحرارة شفناها. بالنسبة للتكونات الرعدية، ربما أشرنا إلى التكونات الرعدية أن التكونات الرعدية مازال محتملة خلال يوم الثلاثاء، وتغيب خلال الأربعاء والخميس إلى غاية نهاية الأسبوع، ثم تعود تظهر في الأسبوع الآخر خلال يوم الثلاثاء والأربعاء في الأسبوع القادم. بالنسبة لسرعة الرياح ودرجة وسرعة الرياح بالنسبة لمناطق البلاد ديالنا خلال يوم الثلاثاء، فالأجواء هادئة في الصباح، ثم في فترة في الصباح دائما احتمال نشاط سحب أو نشاط رياح على بوجدور وعلى المناطق الساحلية الجنوبية، ثم في الظهيرة والمساء غالبا ما تنشط الرياح وتنشط على العديد من المناطق. إذا الرياح الشمالية متوقعة أن تهب على العديد من المناطق مساء يوم الثلاثاء، فاس وسيدي سليمان وجل المناطق الوسطى للبلاد، الناظور والحسيمة وتطوان وتاوريت وطاط الحاج ومناطق سطات والجديدة أسفي الصويرة، كذلك رياح نشطة على الصويرة وعلى بن قرير على التلوين على ورزات على مجموعة من هذه المناطق الجنوبية، كذلك رياح قوية تصير على مناطق العيون. بالنسبة للطقس المتوقع حتى نرى سرعة الرياح. بالنسبة لسرعة الرياح، كذلك رياح نشطة على العيون على بوجدور على جريفية على مجموعة من المناطق الجنوبية للبلاد، وكذلك على المناطق الجنوب الشرقي. نكتفي بهذا القدر، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.